وفي إطار تحالف جاء لدعم الشرعية واستعادة الدولة، قام ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم ماليا وعسكريا ولوجستيا من دولة الإمارات العربية المتحدة، قام بالتمرد على الدولة والسطو المسلح على مقرات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن. إذا تابعنا كلمة وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تحدث فيها عن أنه إيران كانت هي الراعي للإرهاب الأول في المنطقة، وأنها قامت بإرسال أموال شعبها لدعم ميليشيا الحوثي بالسلاح والمال والقدرات التخريبية، وأن ميليشيا الحوثي هدمت حلم اليمنيين